فاش تكون راكب في الترام في مدينه بحال الرباط ولا كازا ولا طنجه وكدوز من حدا المستشفى الجامعي او من حدا فندق 5 نجوم او من حدا مدرسه دوليه، فراه انت هنا في مروكو. ولكن ملي تكون باديه من نواحي قوليميم وراكب على دابه وكتقلب على شي مستوصف باش تداوي ولدك ولا شي مدرسه باش تقري بنتك، فراه هنا انت في المغرب. هذا التناقض اللي كاين هو اللي شخصه جلاله الملك. ما تزال هناك بعض المناطق لا سيما بالعالم القروي تعاني من مظاهر الفقر والهشاشه بسبب النقص في البنيات التحتيه والمرافق الاساسيه، وهو ما لا يتماشى مع تصورنا للمغرب اليوم ولا مع جهودنا في سبيل تعزيز التنميه الاجتماعيه وتحقيق العداله المجاليه. فلا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين. اليوم يا جلاله الملك شخص الفوارق المجاليه وركز على نقطه اساسيه، وهو ان مغرب